راجعين المدارس قريب، بنحضر الادوات المدرسيه والشنطه والكشاكيل. صحه ولادنا كمان لازم تجهز. تعال اقول لك ازاي تعدي اول اسبوع دراسي من غير نزلات برد ولا توتر ولا كسل. في حاجات مهمه لازم نعملها قبل ما ولادنا يدخلوا المدارس. نراجع التطعيمات، نتاكد ان ولادنا واخدين التطعيمات المناسبه لسنهم، خصوصا لو داخلين على فتره الشتاء وهم لسه ما اخدوش تطعيم الانفلونزا. النوم مهم جدا للاولاد، بيزود التركيز ويحسن المناعه، فمحتاجين على الاقل اسبوع قبل ما الاولاد يدخلوا المدرسه ان نعودهم يدخلوا على السرير في ميعاد نومهم الطبيعي بتاع المدرسه، وجسمهم يستفاد من 8 ل 10 ساعات نوم في اليوم. النظافه الصحيه، محتاجين نراجع مع الاولاد دايما ان يغسلوا ايديهم قبل الاكل ويغسلوا ايديهم بعد ما يخرجوا من الحمام. تحضير وجبات اكل مفيده لجسم اولادنا، نجهز لهم لانش بوكس فيه خضار وفاكهه وبروتين، ويا ريت نقلل لهم السكريات على قد ما نقدر. اولاد كتيره قوي ما بيحبوش فكره ان هم يرجعوا تاني للمدرسه، فحلو ان احنا بدري نتكلم معاهم عن القلق واللي بيضايقهم من المدرسه ونشجعهم. الصحه المدرسيه بتبتدي من البيت. التحضير للمدرسه مش بس شنطه وكشكول، ده كمان جسم سليم ونفسيه وصحه مرتاحه. اكتب لي في الكومنتات تحب موضوع الحلقه الجايه ايه. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. اشوفكم الحلقه اللي جايه.